السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله صينية جلاش بالفراخ المفرومة والخضار. هنقدم معاها بطاطس محمرة مسلوقة ومحمرة وشوربة وسلطة خضراء. طبق سهل وخفيف ومش مكلف خالص. هنبدأ مع بعض دلوقتي في المكونات. عندنا حوالي صدر فرخة في معادن نص كيلو. هنغسله كويس جدا بالملح والخل والليمون وهنضربه في الكبة. وعندنا حوالي 4 بصلات كبار وفلفلتين رومي اخضر واحمر واصفر. هنفرم كل الكمية في الخلاط ونفرم طبعا الفراخ بتاعتنا. والتوابل بتاعتنا كركم وكاري وملح وكمون وكزبرة. بس كده، مش محتاجين توابل اكتر من كده عشان ما نغيرش في طعمها. هننزل بالفراخ بتاعتنا في معلقة سمنة لغاية ما تتحول للون ده. هننزل بكمية الخضار بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، يا دوبك هنديها تشويحة ونسيبها على جنب. في الوقت دوت هنجهز صينية عندنا مدهونة بأي مادة دهنية. انا حطيت سمنة على زيت بس تكون كمية السمنة يا ريت اكتر. وهنبتدي بقى نحط كده اهوت ورقتين علشان متبقاش خفيفة قوي والخلطة تقع من الورقة. فهندهن كل ورقتين مع بعض بالسمنة على الزيت زي ما احنا شايفين. وهنبتدي بقى بعد كده نحشي. هنبتدي بقى نحشي الخلطة بتاعتنا. هنحط يعني كده هو بعرض الورقة بالمعلقة ونبتدي نسويه واحدة واحدة. نحط كمية معقولة علشان ما تخرجش من الورقة وتبقى تقطع لنا الورقة يعني. ونسويها كويس جدا وبعد كده نبتدي نلف بالطريقة دي اهو. معلش انا كنت بس انا اللي كنت ماسكه التليفون وبصور، فعشان كده اول واحده ما طلعتش مظبوطه قوي. طبعا هو المفروض ان احنا بنلف بايدينا الاتنين ونشد يعني الورقه لورا اهو. دلوقتي انا سبت التليفون خالص وهبتدي بقى انا الفها زي ما انتم شايفين كده بايديا الاتنين، فهتظبط معايا زي ما انتم شايفين كده. ايوه كده، ناخد الحشوه لجوه اهو. ولو حته اتقطعت مفيش مشكله، بنكمل عادي اهو. ونبطط بس اهم حاجه عشان الخلطه تتوزع في الورقه كلها. ويدوبك بس كده مسحه خفيفه من الماده الدهنيه علشان خاطر تبقى مورقه من بره ومن جوه. بس كده. طبعا الصينيه اللي هنحط فيها هتبقى مدهونه. هنبتدي بقى نقطعها زي ما احنا حابين بقى، على 3 على 4 المقاس اللي احنا حابينه هنقطع عليه اهو. الحجم ده حلو جدا بالشكل ده كده. هنرصهم بقى في الصينيه ونخلص كل الكميه بتاعتنا اهو. وهندهن طبعا وشها بالسمنه. هي عملت صينيه كبيره جدا وكمان صينيه صغيره. كل ده من صدر وفرخه واحد لانه طبعا محطوط له كميه خضار حلوه. وهنجهز هنا حوالي نص كوبايه من اللبن وعليها بيضتين. هنقلبهم كويس جدا مع شويه ملح وفلفل. وهنبتدي نوزعهم على وش الجلاش بالفرشه، يعني بلاش نكب كده زي ما انا دلقت لان كله هيجي في جنب واحد. فيدوبك كده نسقسقلها بالفرشه. كل ما تشرب نديها تاني. هي محتاجتش اكتر من نص كوبايه مع البيضتين، ما زودتش اي حاجه تاني للصينيه الكبيره والصينيه الصغيره. طبعا زي ما انتم شايفين النص كيلو جلاش يعني عمل كميه حلوه جدا مع صدر الفرخه كمان. وللامانه هي فاضت بس ورقتين اخر. انا هما دولت كان عندي لحمه مفرومه حشيتهم لحمه مفرومه، لكن كل الكميه دي كانت عباره عن صدر الفرخه يعني.
بالشكل ده هندخله على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص، يتحمر يا دوبك بس يتحمر من تحت، ولو ما اتحمرش من فوق هنشغل عليه الشوايه ونطلعه بالشكل الجميل دوت، ونقدم جنبه بطاطس وسلطه خضراء. ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في الفيديو، اشتراك في القناه ولايك وشير، وكومنت حلو لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.